هي محظوظة أكيد. هي مو حظ. إن شاء الله رح يكون محظوظ دوري الأبطال. ريمونتادات كثير طلع عقلنا منه. بايرن اقوى دفاع بالعالم حاليا بتوقع يعني. يا مسا الحماس، الأجواء اليوم غير شكل. موعدنا اليوم مع مباراة نارية من العيار الثقيل بين عملاق أسبانيا ريال مدريد وعملاق ألمانيا بايرن ميونخ. السؤال الأهم لهالليلة العظيمة، مين اللي رح يسيطر؟ ريال مدريد ولا بايرن ميونخ؟ طيب خلونا نشوف. برأيك مين اللي رح يفرض سيطرته؟ ريال مدريد ولا بايرن؟ هلا اكيد ريال مدريد عنده قدره انه يفرض سيطرته من اكثر الفرق بملاعب الخصوم. أتوقع إنه ريال مدريد هو اللي رح يفرض سيطرته. لا ريال اكيد. بايرن ميونخ. اللي بده يفرض بسيطرة هو دائما بده الريال لأنه ملك الريمونتادا. بايرن. بس انا بتوقع الريال مدريد راح يلعب، بس مو مثل البايرن، لانه البايرن راح يكون افضل لانه بارضه. اكيد ريال مدريد. ريال راح تفوز يعني وراح تربح اكثر واكثر. بما انه المباراه بارض بايرن ميونخ بالمانيا، فاكيد راح يكون اغلب استحواذ لهم، وريال مدريد راح يعتمد على المرتدات. شو توقعاتك للنتيجة؟ بتوقع 2-1 لريال مدريد. اكيد بدها تكون 4-0 يا 3-0. 3-1. 4 أو 3-1 لبايرن ميونخ. 3-2. بتوقع تكون 2-1. 1-2 لازم غالبا. 2 للريال طبعا. 4-0 لبايرن. 2-1 او 3-1 لبايرن ميونخ. مين أقوى دفاعياً؟ أقوى دفاعيا البايرن. بايرن اقوى دفاع بالعالم حاليا بتوقع يعني. أنا بشوف ريال أقوى دفاعياً. لا ريال اكيد. بتوقع ريال، بس أنا ماني مع ريال. والله بالصراحه الاثنين دفاعهم تعبان. لا الصراحه دفاعيا بايرن لازم. بايرن ميونخ. ريال مدريد، بايرن ميونخ كثير عنده مشاكل بالدفاع. هل ريال مدريد عنده حظوظ بدوري الأبطال؟ اكيد. يعني تاريخه السابق هو اللي بيحكي يعني. أي. والله نوعا ما محظوظه يعني. 16 دوري ابطال، 7 منهم الباقي لا. شاكك انه بدهم يتاهلوا بسيناريو يخلينا يعني يختل عقلنا منه. ريمونتادات كثير وافضليه اكثر. هي محظوظة أكيد. هي مو حظ. هاي بطولته المفضلة يعني، مو حظ. إن شاء الله رح يكون محظوظ دوري الأبطال. محظوظ راح. لسه في مباريات، لا محظوظ اكيد. دوري الابطال يعني معروفين انه كثير مشهورين فيها، وصار عندهم خبره بدوري الابطال. طيب هل بايرن رح يقدر يوقف هجمات ريال مدريد المرعبة؟ لا. بتوقع اغلب الهجمات رح يقدر يصدهم يعني. لا ما بتوقع، لأنه أكيد ريال رح تفوز. لا ما راح يوقف ولا يقدر يوقفه. ما بعرف إذا بالضبط رح يكون قد هذا الموضوع، بس دفاع ريال أقوى من دفاع بايرن. أنا بشوف حتى لو بايرن فاز. بتوقع راح يوقف اكثريه، بس الاكثريه راح تكون لريال مدريد افضل. ما راح يصمد، راح يخسر بايرن. هلا بالمرتدات خطيره ريال مدريد، مبابي وفينيسيوس، بس الدفاع كمان جبار للبايرن ميونخ. نوعا ما راح يقدر له، لانه كيليان مبابي وفينيسيوس من افضل المهاجمين بالعالم. طيب إذا بتقدر تختار لاعب من الفريق الثاني لفريقك، مين رح يكون؟ والله انا بختار كريستيانو، بس كريستيانو ما معهم. اوليسيه. نوير. نوير حارس بايرن ميونخ، لانه حاليا كورتوا مصاب، والحارس الاساسي لريال مدريد هو لونيل. فالفيردي. طيب إذا خسر فريقك عمين بتحط اللوم؟ ما بحط اللوم على حدا، يعني بحط اللوم على المدرب وعلى اللعيبه، بس الافضليه يعني تكون اللوم على اللعيبه. على المدير تبع الملعب والفريق تبع الملعب. بحط اللوم إنه هني ما كانوا مجهزين قبل، أو ما كانوا مشتغلين على حالهم أكثر يعني. إذا خسر فريق راح حمل المسؤولية للمدرب. غلط، راح يكون من المدرب. على المدرب. على الدفاع. طيب وانتو شو رأيكم؟ مين اللي رح يسيطر؟ ريال ولا بايرن؟ لا تنسوا تخبروني بالتعليقات.